يساعدوه يقف. وفي نفس الوقت أدهم يشوف طريق مختصر للخط النهائي، فيقول لنفسه بتردد: أنا لو جريت من هنا ممكن أكسب، محدش شايفني. يبص أدهم حواليه ويجري من الطريق المختصر. وأستاذ عادل كان متابع كل الأولاد والسباق كويس، وشاف أدهم وهو بيجري من الطريق المختصر. ويوصل أدهم الأول ويفوز في السباق، وصوت التصفيق والتشجيع يملى المدرسة. وينادي أستاذ عادل على أدهم على جنب بعيد عن الأطفال، ويبص له بعتاب ويقول له: يا أدهم، أنا شفتك وإنت بتغير الطريق، زي ما شفت أحمد وهاني وهم بيساعدوا يوسف. أدهم يتلخبط ويبص في الأرض ويقول بتردد: أنا آسف يا أستاذ عادل، ما كنتش عايز أخسر. ويرد أستاذ عادل عليه ويقول له: الفوز بالغش مش فوز حقيقي يا أدهم، ده كأنك بتسرق حاجة مش من حقك. انت شايف أصحابك عملوا إيه؟ سابوا السباق علشان يساعدوا يوسف. ها، فكرت هتعمل إيه دلوقتي؟